سلام البنات، كيف حالكم؟ شوفوا هذه الوصفة. كي يكون العيد الأضحى نتمنى منكم تخبوا هذه الوصفة في عينيكم. لأنها وصفة بزاف روعة وتجي بنينة وما فيهاش حتى خطوات يعني كثيرة، وحتى المكونات موجودة في كل بيت. هذه الوصفة تاع الشحمة، شوفوا كيفاش تبان لكم كأنها عسل مش شحمة. هاد الوصفة هذه تاع الشحمة هذه الذائبة وصفة بزاف سهلة وبنينة، وأنا نعتمدها يعني كل عام. ندير هذه الوصفة هذه في البيت، وحتى الناس المقربين ليا يديروا نفس الطريقة ونفس الوصفة. تخرج لهم شحمة يعني بزاف بنينة في البنة تاعها، ويديروها الأطباق تاعهم التقليدية، وتجي كيما راكم تشوفوا كأنها عسل. نتمنى منكم تشوفوا الطريقة كيفاش انا درت هذه الوصفة هذه، وتخلوا لي لايك، واذا كنتي اول مرة تشوفيني نتمنى منك تخلي لي اشتراك وطبقي هذه الوصفة هذه ان شاء الله، واكيد راح تعجبكم البنات. شوفوا الوصفة هذه. انا يا ما احتجتش بزاف مقادير في هذه الوصفة هذه. احتجت فقط الشحمة فقط. ونتمنى تخلوا لي لايك للفيديو. نبداو ان شاء الله نديروا الوصفة مع بعضنا. شوفوا هنايا انا كانت عندي شحمه يعني تاع العيد الاضحى. ما لقيتش ندير بها، قلت انايا نذوبها ونديرها في بناره كما راكم تشوفوا، ومن بعد نخبيها في الثلاجه كما نقولوا عام كامل. وانا ندير منها كي نكون راح ندير محاجب ولا عيش ولا يعني اطباق تقليديه، نضيف منها ملعقه ولا ملعقتان على حسب واش ديري نتيا. المهم انا كانت عندي شحمه. نقيتها وبعدها غسلتها مليح، يعني عقمتها بالخل، وبعدها خليتها تقطر في الكسكاز. البنات شوفوا هنايا من الأحسن أنكم تقطعوها قطع صغيرة. أنا هنا خليتها قطع كبيرة. غلبتني من الآخر، يعني كنت مزروبة شوية. شوفوا هنايا أنا عندي قدر. قدر يعني فارغ عادي، وضعته على النار قليلة، وراح نوضع فيه الكمية تاع الشحمة اللي عندي. راح نوضع فيه الكمية كامل. هنا البنات كما كنت حكيت لكم، يعني كي تقطعوهم قطع صغيرة راح يعني تسرعوا العملية، ما تحتاجش منكم وقت بزاف. هنا انا حنضيف كامل الشحمه، وراح نضيف لها يعني زوج مكونات موجودين في كل بيت. نتمنى البنات كما كنت حكيت لكم تشوفوا الفيديو وتخلوا لي لايك باش يستفيدوا الاخوات من الوصفه هذه. شوفوا هنا انا وضعت الكميه تاع الشحمه. بعد ما وضعت انا الشحمه في القدر على نار قليله، ضفت شويه تاع ملح، وضفت معهم كاس تاع ماء. كما راكم تلاحظوا كاس فقط، يعني هذا الماء الدور تاعو انه راح يطيب لنا هذيك الشحمه فقط. وهنايا حنخليهم يغلوا على نار قليله. بالنسبه للملح ما تكثروش الملح، يعني ديروا شويه فقط. اذا كنتوا حابين واحد الشحمه هنا تكون كي تغلى الشحمه والطيب راح يبقاو منها قطع ويكونوا مقرمشين. هذوك القطع هذوك نحنا نحبوهم بزاف. انا ما نكثرش انا الملح مرات. وبعدها كي تفضل يديك شويه تاع الشحمه ذيك تاع الاخره هذيك نحطها كطبق. نرافق معاها يعني فريت ولا سلطه ولا اي شيء. بنتها بزاف بنينه، وكاين الناس يحبوها وياكلوها عادي. هذه الشحمه اللي كنت نحكي لكم عليها حتى تقلى في الزيت، وراح تكون بنتها مقرمشه وبنينه بزاف. واذا كان كثرتي الملح من الاول راح تجيك مالحه وما تجيش بنينه. يعني من الاحسن انك تضيفي شويه ملح فقط اذا كنتي حابه تاكلي هذه الشحمه هذه اللي تجي مقرمشه. هنا بعد ما طابت لي هنايا لاستيس هنايا، يعني تشوفي الشحمه تاعك طابت وتقلات يعني ولات مقرمشه. في هذا الوقت طفي على الشحمه تاعك وصفيها. هذه الشحمة هذه تبقى من الفوق، هذه مش راح تذوب. والشحمة الأخرى الذائبة راح تنزل تحت كما كنتم تلاحظوا. وبعدها هنا أنا حنكهها. هذه كما كنت حكيت لكم يعني حطوها كطبق إذا كان حبيتوا، إذا كان ما حبيتوش يعني تقدروا ترموها عادي. هنايا عندي توابل. التوابل اللي عندك اللي تحبي تضيفيهم للاطباق التقليديه تاعك ضيفيهم لهذه الشحمه. كما انا ان ندير طماطم مرحيه كما كي تلاحظي، وحاولي انك تبعدي يعني راح تدير واحد الفرقعات
بعد شوية كي تضيفي الطماطم هذه المرحية، وبعدها ضفت معاهم 3 ملاعق كبار تاع عكري حلو، وملعقة تاع كزبر وثوم وشوية تاع ملح. في هذه المرحلة يعني ما تشعليش النار، خليهم يتفاعلوا مع بعضهم فقط، لأن الشحمة هنايا راها سخونة بزاف بزاف، خليه حتى يذوب الثوم. وهذوك التوابل يمدوا المفعول تاعهم والبنة تاعهم في هذيك الشحمة هذيك، وبعدها زيدي صفيهم المرة الثانية. هنا صفيهم باش الثوم والتوابل حيبقاو لك الفوق في الصفاية، وتبقى لك الشحمة تاعك يعني صافية وذائبة. وما تخلوش هنايا الشحمه تاعكم حتى تجمد باش تصفوها، يعني مش راح تصفى لكم مليح، راح تغلبكم. هنا خلوها تبرد شويه فقط وبعدها صفوها كما راكم تلاحظوا. هنايا هذو الشوائب هذو تخلصوا منهم، يعني ارموهم. وهنا شوفوا النتيجة النهائية، يعني شحمة ولا أروع، شحمة ولا عسل كما يقولوا. بنتها روعة وماشي مرة، وتجي بنينة بنينة بزاف بزاف، وخاصة كي ديريها للأطباق التقليدية. يعني أنا نستعملها للمحاجب، ولا العيش، ولا حتى الشخشوخة، يعني تجي بنتها بنينة بنينة. وسورتو اذا كنتي حطيبي يعني باللحم الاحمر، تضيفي منها ملعقه، راح تعطيك واحد البنه روعه روعه. البنات نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه تاع الشحمه هذه. يعني كل عيد اضحى تلقي الاخوات يتسائلوا يقولوا لك انايا واش راح ندير بهذه الشحمه كامل، واش راح ندير بها، واش راح ندير بها. نتمنى منهم يشوفوا هذه الوصفه هذه تاع الشحمه هذه طريقتي هذه، يعني تجي بنينه وتجي حلوه وتجي معسله. نتمنى منكم تجربوها واعطوني رايكم في التعليقات. وخبوها يعني طول العام في الثلاجه، ديروها في يعني في بلاره تاع الزجاج، وخلوها في الثلاجه من الفوق. بعد كي تشوفوها جمدت هبطوها لتحت، يعني في الجزء السفلي تاع الثلاجه. خلوها حتى عام. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. وسلام.